شباب اليوم بالبايسكل طالعين، خلي اخذكم فيديو بسيط بالطبيعة، اراويكم الطبيعة اللي بألمانيا موجودة. طبعا هاي المنطقة انا هنا ساكن بيها، خلي اخذكم فرة سريعة ما اطول عليكم، اراويكم جزء بسيط من الطبيعة الموجودة هنا. يلا امشوا وياي شباب. شوفوا لي هذا حقل مال ورد، تمام؟ شنو ترتيبه هذا؟ تاخذ لك من هنا شفرة وتروح تقطع الورد اللي يعجبك بأنواع وأشكال الورود متوفرة عندهم، تمام؟ ورا ما تخلص تجي هنا ترتب الباقة مالتك، والنوب تحاسب تدفع هنا فلوس انت وضميرك. كاتبي لك هنا الوردة هاي ب90 سنت، هاي ب50 سنت، هاي ب90 سنت. فانت ايش قد تاخذ ورد تخلي هنا فلوس، ماكو لا كاميرا ولا شيء، انت وضميرك تجي تاخذ ورد وتحط فلوس. فان شاء الله فد يوم نجي نسوي لكم فيديو خاص بس على هاي مال الورد، تمام؟ هذا الشارع مخصص بس للبايسكلات والمشاة، وهذا الشارع الجوا للسيارات، تمام؟ شوفوا لي الطبيعة هنا، الأشجار، ذن الطاحونات يولدن الطاقة الكهربائية من الرياح. شوفوا لي هنا الطبيعة والأشجار. يلا خلنا نتوكل بعد لي قدام. هذا المنظر من هنا شلون حلو، والغيم بوحدة لوحة فنية ما شاء الله، سبحان الله. نزلة قوية، خليك تضيدي على البريك لا يصير حادث مؤسف. يلا انزل 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 انزل، راح اطير. هسه سرعتي يجوز وصلت 60 ما ادري 50. شوفوا لي اللوحة الفنية هاي، طبعا حقول مال محاصيل، وهذا غروب الشمس. فنكم بيش ساعة هسه؟ حاليا ساعة بالتسعة بالليل، اي 9 توها الشمس يلا تغرب عندنا. هسه تبقى لها ساعة هيك من هنا لل10:30 يلا يأذن. هاي هنا كلها اشجار طبيعية، هاي ما حد متدخل بيها، لا الانسان متدخل ولا شيء. السقي مالتها سقي الهي كله من الامطار، تمام؟ وطالعة من بحدها وشاق القاع شق، كل مكان خضر ما شاء الله. شوفوا الشباب، وصلت لهذا المكان كله اشجار، مليان اشجار، ولقيت هذا الالو. خلي ناخذ لنا كم وحده نقطع من هاي الشجره وناكلهن، لان هذا طازج وفريش. طبعا اخذت هذني وراح اروح كافي، بس شوف ايش قد طايح بالقاع. يعني هذا مو حرام؟ هذا مو نعمة الله؟ ليش ما حد ياخذه وما حد ياكله؟ ما ادري، عجيب. والشجرة محملة تحميل فظيع. شباب شوفوا شنو لقيت، هذا باعوله شلون حلو. شنو تسمونه انتم هذا؟ قوس المطر لو قوس قزح لو شنو تسمونه؟ طبعا اثنين هن، هذا واحد وهذا واحد، بس الثاني ما يبين. بس شوفوا هذا شلون شاق الغيم وطالع من هاي الصفحة، يعني مثل ما نشوفه بالافلام كارتون هيك. قوس المطر ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا شباب، هاي شجرة تفاح بالشارع ولا واحد بحالها. والتوت، شوف التوت ايش قد، هاي شجرة توت متروسة ترس، هذا توت على طول الشارع. هاي شجرة تفاح بالشارع، قطع واخذ ياهي تعجبك. ما راح اخذ هاي. تفاح اخضر صحي. طبعا انا منا اجيت، خلي اختار لي طريق من هاي 3 طرق، تمام؟ وين اروح؟ خلي اروح على اليسرى منا. يلا شوفوا لي الطبيعة وركزوا وقولوا سبحان الله. طبعا هيك وقت الناس تتمشى، تطلع تتمشى، كل من ياخذ شلبه ويتمشى، كل من هيك بوحده يتمشى، لان هذا الوقت يعني وقت ما قبل النوم عندهم. هيك وقت يعني ورا ساعة يبدون ينامون. هنا الالمان 1:10 كلها نايمة، لان يوم ثاني عندهم دوام من الصبح،
يتنزهون يتمشون، حتى يوم ثاني يروحون للشغل. هسه هذا باع جايب كلبه وياه وجاي يتمشى. ها هناك كلب شي مقدس عندهم، يموتون عليه، يموتون، يحسبونه فرد من افراد العائله. طبعا هنا العصافير تارسه الاشجار ترس، ويغردن انواع التغريد، حتى تغريد يعني ما سامعينه بحياتنا. هسه الدنيا ليل طبعا كلهن راح نامن. خل اصور لكم بعد. هذا جاي هرول هسه رياضة عنده. تمام. هلو هلو. شوي راح استراح هنا، قلت اقعد اخذ لي استراحة. شوفوا هذا البايسكل مالتي، هذا افر بي المانيا كلها. كلش احب سياقة البايسكل هنا، بالرغم انا عندي سيارة بس احب البايسكل اكثر من السيارة. ليش؟ لان هنا البايسكل له قوانين الخاصة وله احترامه الخاص، وله هذا الشارع هذا فقط مخصص للبايسكلات، وإشارة مرور مخصصينها فقط للبايسكلات، وطرق نظيفة، والهواء نقي، والجو حلو. فهواي عوامل تساعد على سياقة البايسكل، يعني حتى هم الألمان هنا يسوقون البايسكل أكثر من السيارة. خلي أحكي لكم عن الكلب هنا بألمانيا. طبعا حتى الكلب تكرمون إلى قوانين الخاصة، لازم يكون مربوط بسلسلة أو حبل، وصاحبه موجود يمه. وإذا لا سامح الله اعتدى عليك الكلب وعضك، على كل عضة يعطيك صاحب الكلب ملزم بتعويضك غرامة 3000 يورو. بس الكلب هنا كلش ذكي ويفتهم ويطيع أوامر صاحبه، أي شيء يطي من أوامر يطيعها. فالحوادث من هذا النوع جدا قليلة. خلي أسولف لكم على درجة الحرارة هنا. طبعا هسه احنا بشهر السابع، درجة الحرارة 16 درجة مئوية، يعني سبلة إلهي. يجيك هواء بارد مفلتر نقي 100%. وبنفس الوقت هسه بهاي اللحظة بالعراق بالبصرة تحديدا، أهلنا هناك درجة الحرارة عندهم 52. يعني شوف الفرق، شوف بس لاحظ الفرق بين الخمسينات والستاشات. الحمد لله والشكر. تحياتنا لكل واحد يتابعنا من العراق ومن البصرة تحديدا وكل محافظات العراق على راسي. حياكم الله. وهنا نختم جولتنا لهذا اليوم، واتمنى استفاديتوا واستمتعتوا وياي بالرحلة. يلا خل نروح لان صار الدنيا ليل. يلا مع السلامة، نلقاكم على خير.